السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنكمل أحداث الحلقة 86 من مسلسل ليلى. بتبتدي الحلقة وتأتي سراب وفردة بعدما دخلوا المنزل، وشمت فردة رائحة الغاز تأتي من جميع أنحاء البيت. بعدها طلبت من سراب ألا تفتح النور، وطلبت منها أيضا أن يركضوا إلى الخارج بسرعة. وفي مشهد آخر تأتي نور إلى ليلى من الخلف وتسألها من أنت، وبعدها يسمعوا صوت انفجار شديد. وكان جيفان بالأعلى مع طوفان يريد أن يخبروا بحقيقة نور ومالي، ولكنهم سمعوا نفس الصوت. وعرف طوفان أن الانفجار يأتي من مكان قريب جدا منهم. وهناك يأتي مشهد لفردة وسراب وهم يحاولوا الخروج من المنزل، ولكن شعرت سراب بدوار وسقطت على الأرض. ويذهب جيفان وطوفان وجميع العائلة إليهم، وينصدم الجميع عندما يروا حالتهم. كانت فردة بحالة جيدة، ولكن سراب فاقدة للوعي. ويأخذ جيفان ومالي فردة إلى الخارج، وطوفان يحمل سراب ويأخذها للخارج أيضا. جميع العائلة قلقون بشأن فردة وسراب، ولكن كانت تقف نور وتراقب الجميع، وكان يقف نيجو أيضا، ولكن نيجو كان يختبئ حتى لا يراها أحد. وهنا بدأت ليلى أن تشك بنور فتنظر لها نظرة غريبة، وبدأت العائلة أن تأخذ فردة وسراب إلى المشفى، ولكن ما زالت ليلى تشك بنور وتنظر لها بشك. وبعد أن تذهب نور تقول ليلى في نفسها: لا حدود لسوءك يا نور، أي من الممكن أن تفعلي أي شيء. وفي هذا المشهد تأتي العائلة وهي بالمشفى، وهنا تحاول نور التمثيل وتقول لطوفان كيف يحدث هذا بدون سبب، وماذا كانت تفعل فردة هناك في هذا الوقت المتأخر. فيغضب طوفان من أسئلتها ويقول لها: علينا أن نفكر لماذا انفجر الغاز الطبيعي في منزل سراب. وتأتي في هذا الوقت فردة، ويأتي الجميع إليها ويسألها: كيف حالك؟ فيطمئنهم مالي ويخبرهم بأن الطبيب قال أن فردة بخير والطفل بخير. وتسألهم فردة عن أحوال سراب، ويخبرهم طوفان بأن الطبيب يشك أن هناك ارتجاج بالدماغ، ولكن يشعر طوفان بنغزة في قلبه. ويخاف جيفان على طوفان، ولكن يخبره طوفان أنه بخير، ويعتذر له أنه لم يكمل حديثه معه. ولكن يقول جيفان: لا تهتم يا أبي. ويطلب سلمان من طوفان أن يجلس قليلا، ولكن في هذا الوقت تخرج الطبيبة من غرفة سراب، ويركض الجميع إليها ليسألوا عن حال سراب، ولكن تطمئنهم الطبيبة وتقول لهم أنها تعرضت لارتجاج دماغي نتيجة لصدمة رأسها بالأرض، ولكن لا تقلقوا، لا يوجد خطر على حياتها. كل هذا وطوفان يشعر أنه ليس بخير، ولكن يقاوم. ولكن عندما يطمئن على سراب يقع على الأرض، ويحاول الجميع أن يسندوه وينادوا على الطبيبة. وفي مشهد آخر تأتي ليلى وهي تجلس مع إبك، وتخبرها إبك بأنها تدعي لعمتها كثيرا لأنها تحبها. وتسأل إبك ليلى: هل لديك عمة؟ وتقول ليلى: لا أعرف يا إبك، ذهبوا بعيدا جدا قبل أن أولد. وتفرح إبك وتقول أن لديها كل شيء. وتخبر ليلى إبك أنها تحبها كثيرا، وأنها دعت الله كثيرا لكي يكون لها أخت، وبعدها وجدتها وتعانقها ليلى بحب. وفي مشهد آخر يأتي جميع العائلة وهم ما زالوا بالمشفى، وهم قلقون جدا بشأن ما حدث للطوفان. وتصرخ خديجة لسلمان وتخبره بأن نور هي من سدت شرايين ابنها بسبب أنها تجعل ابني يتوتر، ولكني لن أترك من أحزنه، سأخنقه بيدي. كل يوم تخرج لنا بسر وفضيحة، حتى ابني لن يتحمل هذا. مسكين، ماذا يفعل؟ لو كان حجر لانفلق. ولكن تسخر نور منها وتقول لها: الله أكبر يا أمي، إن زوجي قوي جدا. وتنزعج فردة من حديثهم وتتركهم وتذهب. فتذهب نور بجوار مالي وتحكي له عما تقول خديجة، ولكن لا يستمع لها مالي ويغضب عليها كثيرا. وكان يراهم جيفان. وفي مشهد آخر تأتي ليلى وهي بالمنزل، وفجأة يأتي إليها جيفان فتعانقه وتقول له: هل أنت بخير وجميع العائلة بخير؟ فيطمئنها جيفان على حالة سراب ويقول لها أن الطبيب قال أنها بخير، ولكني أتيت لأخذ بعض الأغراض لأبي. فتتعجب ليلى وتقول: لماذا؟ فيقول لها: لا تسألي يا ليلى، المسكين تعرض لنوبة قلبية، سدت 3 شرايين له، وأجروا قسطرة للشرايين وفتحوها،
وتنصدم ليلى وتعانقه بحب وتقول له لا يمكنني الاستغناء عنك. وهناك تأتي فردة ومالي في المشفى، ويريد مالي أن يقول للطبيبة أن تعطي لفردة دواء حتى يمنعها من التوتر، لأنه قلق على جنينه، لأن فردة قلقة جدا بشأن ما حدث، وبالأخص بشأن ما حدث لطوفان. ويطمئنها مالي ويعانقها. وفي هذا الوقت كانت تراقبهم نور. وهناك يأتي جيفان وهو يجلس مع نور وتحضر له طعام، ولكن كان جيفان يشعر بالقلق ولا يريد أن يأكل. وتحاول ليلى أن تطمئنه على أبوه، ولكن يحزن مالي ويقول لها لا أستطيع أن أقول له أن مالي ونور حبيبان. وتقول ليلى وأنا لا أستطيع أن أخبره أنني ليلى. ويخاف جيفان على طوفان ويقول لها كاد الرجل يموت أمام أعيننا. ماذا سأقول لرجل بهذه الحالة؟ ماذا أقول؟ أقول أن نور ومالي حبيبان وليس أولاد عم؟ أم أقول له أني ابن مالي؟ إذا قلت له هذا سيموت الرجل ولن يتحمل، ولكن سيكشف هذا الأمر قريبا دون أن يخرج مني. أشعر أن نور ومالي يجهزون نهايتهم بأنفسهم. أشعر أن علاقتهم سيئة. رأيت مالي وهو يصرخ بنور في المشفى. أعلم أن كلاهما سيئين، ولكن مالي يتكلم قليلا عند الضغط عليه. وبعدها يستأذن جيفان من ليلى أن يذهب، فتعنقه وتقول له لا تتركني بدون خبر. ويذهب جيفان ويتركها. وفي هذا الوقت تفكر ليلى وتقول لنفسها لن تنهي شيء، أنا سأنهي. وهناك تأتي سراب وهي بالمشفى وتسألها فردة هل تشعري بالدوار؟ هل أنت بخير؟ ولكن تطمئنها سراب وتقول لها أنها بخير لا تقلق. وكانت تراقبهم نور من الباب وتقول على سراب أنها بتسع أرواح. وفي هذا الوقت يغلق مالي الباب ويقول أنه يأتي من خلاله تيار هواء، وتغضب منه نور كثيرا. وفي مشهد آخر تصل ليلى إلى جزيدة وتتعجب جزيدة لماذا تأتي ليلى في هذا الوقت المتأخر، فتخبرها ليلى بأن نور سألتها من هي وأنها بدأت أن تشك بها. وتقول ليلى وصلنا إلى نهاية الطريق يا أمي جزيدة. ولكن جزيدة قلقة عليها ولا تريدها أن تذهب إلى هذا المنزل مرة أخرى، وتخبرها بأن نور مجنونة وكان عليها أن تترك المنزل هي وجيفان. ولكن تقول ليلى لا تقلقي، لن أترك نور تعيش في تلك المتعة. فتسألها جزيدة ماذا ستفعل؟ وتقول لها ليلى سأجهز لها مفاجأة جميلة للغاية. ثم أخرج أمامها وأقول لها أني ليلى. سأقول أنني ابنة حلمي، وسأقول كنت بالقرب منك ولم تفهميني لعدة أشهر. وتنصدم جزيدة وتقول لها هل أنت متأكدة؟ وتخبرها أيضا بأن نور صارت متوحشة أكثر من أي وقت مضى. ولكن تقول لها ليلى سأفي بالوعد الذي قطعته لنفسي يا أم جزيدة. سأرسلها إلى هذه المزبلة مجددا. فتسألها جزيدة ماذا تريدين؟ فتقترب ليلى منها وتقول لها أخبريني بكل شيء تعرفينه عن نور. أخبريني عن مخاوفها وعن صدماتها. أخبريني بكل شيء ممكن أن أؤلمها به. وتصمت جزيدة قليلا ولكن تترجاها ليلى. وهناك يصل جيفان إلى المشفى وتطمئنه خديجة على حال طوفان، وتخبره أن الطبيب قال أنه سيخرج إلى هذه الغرفة الآن. وبالفعل يحضر الطبيب طوفان ويركض الجميع إليه ويطمئنهم الطبيب على حالته. وفي مشهد آخر تأتي جزيدة وهي غاضبة من ليلى وتقول لها عندما دخلت هذا البيت لأول مرة لكي تنتقمي قلت أنك ستتراجعي، ستأخذي جين وتذهبي من هناك، ولكن أنا أراك أنك مصممة. وترد ليلى وتقول لها نعم مصممة يا أمي، نور ومالي سيدفعون ثمن أفعالهم، أولا نور ثم ذلك القاتل طوفان ثم تلك العائلة لأنهم صمتوا جميعهم فردا فردا. وتطلب جزيدة من ليلى أن تنتبه وتتركها وتذهب. وبعدها تأتي ليلى وتقابل كرشاد وتتفق معه على إحضار كاميرا صغيرة، كاميرا تستطيع أن تسجل عدة أيام. ويقول لها كرشاد ولماذا لم تعرفيني هذا على الهاتف؟ فتقول له ليلى لأني أردت أن أعرفك على شريكتك. وتأتي في هذا الوقت صديقة ليلى فيدان ويرحب كرشاد بفيدان وينظر إليها بحب. ويتفق الثلاثة على الخطة وتعنقهم ليلى وتقول إخواتي الأعزاء. وتتوعد ليلى وتقول بقى القليل. وفي اليوم التالي يحضر كرشاد لليلى باقة من الزهور ويضع فيها الكاميرا. وتذهب ليلى إلى الحمام وتضع باقة الورد هناك وتضعها في المكان الذي تلتقي به نور بمالي. وتتصل بفيدان وتسألها كيف تبدو الكاميرا.
وتخبرها فيدان بأن كل شيء على ما يرام. وفي مشهد آخر يصل جميع العائلة من المشفى إلى المنزل، وتحضر لهم ليلى طعام مميز، ويذهب الجميع ليغسل يده، ويتبقى نور ومالي، فيأخذ مالي نور إلى المكان الذي يلتقوا فيه، وهناك يمسك مالي نور بغضب ويقول لها: أعرف أنك من فجرت منزل سراب، ويخنقها ويقول لها: لن أتركك تأذي فردة. وتصرخ نور وتقول له: ماذا تفعل؟ وما زال مالي يهددها ويقول لها: إذا حدث شيء لطفلي سأرميك في السجن الذي تخافين منه. ولكن فجأة تضرب نور بقدمها لدرجة أنه يقع على الأرض، وتهدده وتقول له: إذا هددتني بالسجن مرة أخرى سأجعلك تتمنى الموت. لا يمكن لأحد أن يذهب من نور، أنت لي وأنت حبيبي، كان هذا وسيكون هكذا دائما. وتهدده وتقول له: إذا أخطأت خطأ واحد لدي شريط ناري لنا سنعطيه للطوفان. أخبرني ماذا ستفعل أم طفلك عندما ترى هذا الشريط يا ترى؟ وإن افترضنا أن فردة سامحتك ماذا سيفعل بك طوفان؟ وتنظر إليه وهي تهدده وتقول له: ضع عقلك في رأسك. كل هذه الاعترافات أمام الكاميرا. يا ترى ليلى هتعمل إيه بالتسجيلات دي؟ هنعرف بإذن الله في الحلقات اللي جاية. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.